هلا وهلا يا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. طبعا اليوم الفطور ببيت اهلي، بس ما حبيت اروح وايدي خالية. قلت لازم شوية اطلع من فنوني بالطبخ واسوي لهم شغلة وياي. راح اقوم اسوي لهم صينية البطاطا. اول بداية حمست عندي البصل وسلقت البوتيتة، وراح اضيف الثوم ويا البصل، وراح أخلي الفلفل البارد. طبعا هاي الصينية كلش كلش طيبة، أتمنى من عندكم تسوونها، يعني كلش حلوة وتفيد للعشاء بعد كم يوم. يعني رمضان إذا خلص يعني راح نظل نحتار بالعشاء، وأمور العشاء كلش صعبة، يعني لأن الغدا نسوي نوم نحتار بالعشاء، فهاي الأكلة للعشاء كلش حلوة. هنا أنا كملت حمصت الأشياء اللي من الفلفل البارد من الفطر، وخليت البهارات كاري والكركم والسماق والبصل المطحون والثوم المطحون والماجي اللحم خليتها من وياه كلش حلو. هذني يعني البهارات، وإذا تريدون تزيدون عليها هواي أشياء، يعني مثلا بهارات هواي تريد تخلون، هذا الشي اختياري وكيفكم. هنا أنا طبعا راح أسوي البطاطا المسلوقة مثل ما وضحت لكم بالفيديو، وراح أقوم أن أسوي طبقات. راح أضيف اللحم، من بعد ما راح أضيف اللحم راح أضيف الجبن عليه. هنا أنا ضفت عليها الجبن وراح أخليها بالفرن. وهنا أنا راح نحضر الحلى. طبعا ما صورت لكم تفاصيل وشون سويت الحلى. قشطة أستخدم والحليب المحلى، وأخلي وياه شوية من القهوة اللي سريعة الذوبان تصير. وطبعا هذا الحلى كلش حلو. وراح أسوي طبقات البسكت مثل ما وضحت لكم بالمقطع، وأضيفه يصير على شكل طبقات. وآخر شي ضفت عليه طبقة من البسكت اللي طاحنته أنا. وهنا وصلنا البيت أهلي، وماما جاي تقلي السمك ومحضرين السفرة. أمي وأختي الله ينطيهم الصحة والعافية، وعاشت إيدهم على الفطور كلش طيب. وهنا كملت السفرة، ومن بعد السفرة حضرنا الحبشكلات وأكلنا وسولفنا، وسلامكم العافية وباي باي.